حبايبي مثل ما شفتوا رحت على إدارة الهجرة وإجا قراري بالرفض. قرار الإقامة الإنسانية بالرفض. قالوا لي لازم تطلعي من تركيا خلال 10 أيام، وأنا عايشة بتركيا هلأ. ما بعرف شو بده يصير معي. ما بدي ترحيل، ما بدي أترحل على سوريا. شوفوا حبايبي، هاي هي نموذج تبليغ بخصوص طلب تصاريح الإقامة الإنسانية المرفوضة، عدم قبول التمديد الملغية. آيل أهلا وسهلا حبايبي. هذا الفيديو بدي يحكي عن روتين حياتي من الشغل لإدارة الهجرة، وكيف زبطت، كيف تعذبت اليوم. فهمت شلون حبايبي؟ انه هاي هي التبليغ، وجاني التبليغ الكامل، اسم كرانيا وهيك، وما بدي احكي البقية طبعا، هي معلومات شخصية ما بصير احطها. اخذنا رفض الحمد لله ومشي الحال، ولازم يا اترك تركيا خلال 10 ايام، يا اعمل شو اسمه، اروح افتح دعوة انه مثل دعوة طعن للقرار. بدي اعمل طعن للقرار طبعا، ما في حل تاني. وبشوف ان شاء الله خير، والقرار بإيدي بالأخير. قرارك بإيدك. راني قرارك بإيدك، فيك تاخذ القرار تتحشي، فيك تاخذ القرار تفتحي دعوة. فهمت شلون؟ بدي أفتح دعوة إن شاء الله، بشوف يا بكرة يا بعد بكرة اللي هي أفتح دعوة وخلص حالي من هالشغلة. هو راح يجي رافض كمان مبينة. شو بدي أعمل بعد ما يجيني الرفض الثاني؟ ما بعرف. شكلي بدي اروح على سوريا بهالحالة، بدي اروح على سوريا مبينة. ان شاء الله ما بروح، بس ما بعرف، شكلي بدي اروح. مو عبالي اعيش بسوريا ابدا. ولك عبالهم حياتي مهددة بالخطر. انا عندي مشاكل تانية ما بدي احكيهم هون. عندي مشاكل كتير كبيرة، وهي انه مو بس تاخذ الإقامة، بيعطوك جنسية تركية. لو تعرفوا اموري ومشاكلي انا، تعرفوا انه انا عن جد شو اسمه، انا اعطوني جنسيه تركيه، اتركوا شو اسمه الاقامه، ولك بيعطوني جنسيه تركيه. المهم هيك صار، وعم بحاول اطلع من البلد كمان. رح اعمل شغلتين، عندي حلين. الحل الاول هو طعن للقرار، رح اعمله اكيد. المرحله الاولى هاي، اذا جاني رفض مره تانية معناها خلص. بدك تروحي على سوريا. عشان هيك خلال الفترة هالشهرين بدي أطالع جواز سفر وأروح فيها غير بلد. ما عندي حل تاني أبدا أبدا أبدا. بجواز سفر أخذ منع من الباب وبعدين أطلع أروح. ما عندي حل تاني، لازم أطلع من هالبلد بطريقة ما. عرفت إنه أنا هون مالي خبزة خالص، ما فيني أعيش بهالبلد أكثر من هيك. فهمت هذا الشي يعني. مثل ما بتعرفوا أنا كنت بشتغل مترجمة على التليفونات، وبنفس الوقت بشتغل بكافيتيريا من الساعة 5 ل 11. يعني بشتغل شغلين أنا، ورغم ذلك ما فيش. وبالبيت حاليا أنا، وبدي يجي وقت الشغل شو بدي أعمل ما بعرف. بدي أقول للزلمة إنه أنا اليوم ما بدي أجي. بدي أحكي معه إنه قال له أنا اليوم ما بدي أجي ما بدي أروح على الشغل، لأني عندي أمور كتير صعبة هالأيام. عندي مشاكل بدي أظبطها هون وأخلص من هالشغلة الورطة اللي أنا فيها. ورطتي بالإقامة الإنسانية. كيف ورطوني بالإقامة الإنسانية بدنا نحكي عنها. المهم أنا كتير زعلانة، ما طلعت صحيح بمزح هيك، بس زعلانة كتير. زعلانة مو على النتيجة، زعلانة على العيشة اللي أنا عم بعيشها. عيشة كلاب، عيشة الكلاب يعني. يعني ما تزعلوا مني المتابعين الكلاب، أكيد في متابعين كلاب كمان بتابعوني وبشاهدوني. لا تزعلوا مني أبدا، بس عن جد عيشتكم مثل عيشتكم يعني. يا كلاب اللي متابعيني كمان عملوا اشتراك بالقناة وهيك. والله شو هاد. عيشت كلاب، بس متابعين الكلاب والقطط وهيك اكيد رح يتضايقوا مني انه انا عم بحكي عليهم. عدم المؤاخذة يعني. شو اسوي ما بعرف، جنة صاير معي امراض نفسية مو مرض واحد. كيف بدي اضبط اموري، كيف بدي اعمل، كيف بدي اخلص من هالورطة اللي انا فيها ما بعرف.
شلون بدي اطلع من هالدنيا ما بعرف، يعني عبالي اطلع من كل الدنيا واعيش ببلد، مو بلد، اعيش بجزيرة صغيرة هيك بس انا لحالي فيها، من كتر ما اني مزعوج. تخيلوا. اوف، شوف هاي انا بلا فلتر، عرفتوا؟ هاي انا بلا فلتر وبلا ولا شي، وشي اصفى من حياتي، حياتي كله عذاب بعذاب، وسخ بوسخ، بس وشي اصفى منه ما في والله. ايش هادو؟ عن جد كرهت حالي، عن جد كرهت حالي. ما بقى احسن، ما بقى احسن اعيش. هاي، مثل ما بتعرفوا اليوم اخذت نتيجة كتير بشعة، والورقة هنا جنبي. وين الورقة؟ افرجيكم الورقة بس ما راح افرجيكم كل شي، بس فرجيكم هاي جاني. تعال هون، تعال هون. مثل ما بتعرفوا كنت مقدم على الإقامة الإنسانية، وأخيرا جاني الرفض والحمد لله. آه وهلا خليني أصور لكم إياها من شو اسمه، بس ما راح أفرجيكم ولا شي، بس بدي أفرجيكم محل النموذج وهيك يعني. أول جيت على إدارة الهجرة. هاي المبنى، مو هاي، لا، هاي المبنى اللي وراي هي إدارة الهجرة تابعة، هي إدارة الهجرة يعني. جيت وتفاجأت بمفاجأة حلوة، على أساس بدي أغير الصورة بالتقديم على الإقامة. هاي بيعطوك وثيقة، على أساس بدي أغير الصورة بالوثيقة. شو طلع برأيكم؟ طلع جايين الرفض بالإقامة الإنسانية، وهلا بدي أفتح دعوة وبهدلة وشرشحة وكبيرة كمان، مو صغيرة. فهمتوا شلون؟ يعني تخيلوا، هاي إدارة هجرة على الفاضي، ونحن بنضل عم نتعذب، وهي عذاب تاني جاي رفض. يعني انا مع احلامي ارجع على سوريا واعيش عاديه، وفي كتير امور لسه مناعه انه انا اروح على سوريا، ورغم ذلك ولا بيهمهم، جاي رفض وما في اي مشكله. هو بدي افتح مع الدعوه ولا نشوف شو بده يصير، لنشوف شو بده يصير، لنشوف شو النتيجه اللي بده يطلع معهم يعني. بعدين وقت الوحده تروح غير شرعيه، ليش ما عم تروحي بطريقه نظاميه؟ هاي طريقه نظاميه، ليش ما عم تقبلوا؟ من غير شيء اموري مثل اير، هلا صار اكتر. عرفتوا؟ ما بعرف شو بدي اقول. المهم عم بحاول ما ازعج حالي، فقط هذا الشيء اللي بايدي حاليا يعني. هلا شو بدي احكي، كيف بدي اساوي، شو بدي اساوي، ما بعرف. عرفتوا؟ جد يعني ما بعرف له. احسن شيء ما بعرف، ما بدي احكي شيء. لا، ليش في حرية التعبير بهالبلد؟ ما في حرية التعبير ولا في حرية الهوى، ما في حرية التعبير. بدك تضلي بحالك خلص، بدك تتبهدلي. اموري هيك. المهم هلا بدي اروح، مو هلا، بعد شوي بكره او هيك شيء، بدي اروح على العدليه وافتح دعوه على اساس انه انا شو اسمه، انا ما فيني اروح على بلدي وهيك، ولا نشوف شو بده يطلع نتيجه من وراء هذا الشيء. على خير، ما بدي احكي شيء، نحكي بعدين. حاليا بدي اسكر. خلينا افرجيكم الجو، بلكي تشوف شلون صارت، كيف الامور. هاي مقبرة، على بال ما انا ادخل فيها واخلص من هالدنيا خريه. هاي مقبرة خالص، كلها مقبرة هيك بقى، كبيرة مثل العادة. هاي دائرة الهجرة اللي أنا بكرهها صرت. هنيك هون بالحارة كنت أنا عايشة قبل، مثل ما بتعرفوا أول ما طلعت على تيك توك وهيك. هنيك كان عنا بيت لأهل لجوزي. هاد المحلات الثانية. عم استنى الباص لسه ما اجى، الله يوفقه. طيب يا رانيا، انت شو هدفك هلا؟ شو مفكرة تساوي؟ صراحة ما بعرف، ما في ولا شيء انا احسن اعملها، ولا شيء خالص. شو بدي اعمل؟ ما بعرف، ما في ولا شيء انا اعملها، ولا شيء ابدا ابدا ابدا. غريبة، عجيبة العيشة، كتير غريبة الحياة. اوف، الوضع اللي نحن فيه، الوضع اللي نحن بنضل بيحطونا فيه، الدول اللي بتستهزأ فينا، الدول اللي بتحكي علينا،
اللي بتضل تشهر فينا وتقول سوريا والسوري 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 على سوري عمل هيك، على سوري ما عمل هيك، سوري شو ما يعمل مشكلة صار. هلا أنا من جوا الحدث هو فرشتي، من هون عم بحكي طبعا معكم. يعني ما بعرف خيو، نلبس مشكلة، نجلح بشي مشكلة، نحكي مشكلة، نتقاتل، واحد يكون شخص بيكون معتدي علي، بس بتقاتل يطلع صوتي بيقولوا كذابة، أكيد هي عاملة، بعرف السوريات هيك بيعملوا، هيك بيحكوا، بيكون الزلمة هو اللي معتدي علي. أوكي، شخص حيلا شغلة يعني، بس تفتحي تمك بشغلة أنت السوج عليك دائما بشكل عام. المهم افتحي تمك وشوفي شلون تتندمي ولا ما تتندمي بتشوفوا. المهم افتحي تمك وشوفي الندم بالاخير. ما بعرف خيو، عكل شي يعني، بس تفتحي تمك بس تحكي ببلش مشاكلك. المهم يا الدول اللي مجاورة لتركيا لسوريا، بضل بقول تركيا يا الدول اللي مجاورة لسوريا، يا الدول اللي بتفكر حالها هي ما عندها غير هالشي، بنعيش بالدولة اللي مجاورة، بنعيش بالدولة. ما تفكروا جنسيتكم أحلى جنسية بالعالم، هاي واحد. يعني عم نعيش ببلدكم 10 سنين وما بتعطونا جنسية بتفيدنا، بتقولوا انتو ضيوف، بتقولوا انتو ضيفنا، ما بعرف شو. حبيبي، شروط الجنسية، الحصول على الجنسية بكل دولة مبينة، بس بركت بدولة 5 سنين معناها انت مهيئ للجنسية. بتشوفه بيعرف اللغة ايه، بيعرف بيشتغل عنده شغل ايه، خلاص بتعطوه جنسية. قصة انه كل واحد صاير له 10 سنين 20 سنة بارك بالبلد من وقت الحرب لهلا ولسه ما في لا جنسية ولا إقامة مثل عالم الناس. انتو ليش بلدان فاشلين كل هالشي؟ البلدان المجاورة لسوريا ليش انتو بلدان فاشلين كل هالشي؟ ما عدا مثل ما قلت لكم، ما عدا مصر من ناحية العنصرية، بس من ناحية الأوراق ما بعرف، أوراق ثبوتية. فهمتوا ولا لا؟ شو هاد الشي اللي انتو عم تعيشوه؟ المهم هلا انا عايشة بمجمع بنات، عايشة باغري تركيا، وحياتي كتير صعبة. آه، حياتي عن جد صعبة، يعني لا في جنسية مثل عالم الناس، لا في سفر مثل عالم الناس، ما في ولا شي بفيدني ابدا. ما بدي اقول شي والله يوفقكم وديروا بالكم على حالكم حاليا. بشوف شو هلا بعد شوي كمان بدي البس لبسي اروح على إدارة الهجرة، لاني بالإقامة تبعيتي حاطين صورة إلي يمكن من 7 سنين، وأنا متغيرة كتير. قالوا لي وين ما بروح بيقولوا لي هاي الصورة مو مطابقة لإلك، لازم تغيريها لازم تغيريها. وهلا بعد شوي بدي أروح على شو اسمه على إدارة الهجرة، كمان بدي أصور بالشارع كمان. بدي أروح على إدارة الهجرة وأقول لهم إنه غيروا صورة الإقامة تبعيتي، الصورة اللي بالإقامة حطوا صورة جديدة، لأني أنا ما عم بفهم شي. حبايبي في منطقتين مشان السفر إلي. شلون يعني يا رانيا؟ في في دولتين أنا فيني أسافر عليها، أجاني من محلين مثل عرض يعني للراحة يعني. حتى في واحد منهم بده يساعدني مشان أروح أنا، هو بده يساعدني طبعا. بحاول بشوف شو بدي أعمل، يعني همي إنه أضبط أموري مو غير شي، بس ما بعرف. وفي المحل التاني ما بعرف صراحة، هو أحسن بالنسبة لي. يعني لو إذا بتسألني لين هو محل، يعني هو في منطقة في أوروبا وفي الأمريكا اللاتينية، بس لو تسألوني أنا بختار أمريكا اللاتينية أكتر من أوروبا طبعا. ليش؟ لأني محل بعيد ومحل مو معرض لمشاكل سياسية أبدا، يعني تروحي هناك تعيشي مرتاحة وبدون ولا مشاكل. بس المشكلة مو هون. المشكلة وين؟ المشكلة إنه ما عم بثق بحدا. بس الطريق اللي روحها على أوروبا أنا بثق فيه، هذا يعني إنسان كتير كويس مبين. بس بنفس الوقت أنا ما فيني أثق بحدا، لأني من كتر ما ثقتي ضاعت للبشر وهيك. فهمت شلون؟
ما بعرف، زعلانة زعلانة مزعوجة، ميل كرهانة حالي، كل شي مع بعض، الشلفة. شو بدي اعمل ما بعرف صراحة، عم بحاول اضبط. رح احكي لكم عن شو اسمه، عن شغلات مرت من راسي. حاولت اطالع جواز سفر سوري. حكيت مع محامي معروف مثل العادة يعني. قام شو سوى المحامي؟ صار يقول لي بعتي لي هالورق، ابعتي لي هالورق، ابعتي لي هذا الورق، وهيك وهيك وهيك. المهم حكينا مع المحامي، وشو قال لي؟ بعت له اخر شي وقت اللي اجى بعت لي صورة جواز على اسمي. بعت لي صورة جواز، بس تاري هو شو مساوي؟ بعت الصورة من الكمبيوتر، تمام؟ لأن كان بعت الصورة هيك إنه خلص جوازك جاهز، تمام؟ قلت له خلص بعدها بجواز جاهز. بس أنا ما خطر على بالي يكون صورة من الكمبيوتر يعني. هو تاريته من الكمبيوتر، شو اسمه، مساوي مظبط كل شي، بس شو مو مطالعها من الكمبيوتر، مظبطها وبعت لي الصورة بس. المهم بعت لي الصورة، أنا شو عملت هون؟ خلص يعني قلت خلص معناها جاهز الجواز. بعت له المصاري، يعني $500 كان على البطيء، على أساس $500 بعت له. آخر شي عم طلع إيش طلع برأيكم؟ طلع كل شي كذب، طلع هو نصاب ونصب على كتير عالم قبلي كمان، ونصب على كل الحارة، ومعروف هو إنه كويس وهيك، على أساس طبعا، وعلى أساس متدين وهيك، وإنه إنسان كويس. عن جد يعني أنا استغربت، قلت أنا ما بقى أثق بحدا يعني. بعد ما شفت ذاك الزلمة بطلت أثق بحدا. المهم $500 راحت هيك. أوكي. بعدين رجعت حكيت مع محل تاني، ما زقت على حالي يعني، فهمتوا؟ حكيت مع المحل وكل شي، صار يقول لي أوكي ما في أي مشكلة، وأختي وأختي وأختي، ما في أي مشكلة. وعلى أساس هالمرة إشو جواز سريع، عشان اخذ جواز بسرعة. ما قال شي، قال لي الأوراق وهيك. كان جدي كتير إنسان كتير جدي وهيك يعني. صراحة ما شفته عنه عم يكذب، هيك فكرت طبعا. المهم بعت له $900، 900 وشوي يمكن هيك شي، وبعت له أوراقي وهيك. آخر شي قلت له إنه هيك لسه ما كنت بعت له مصاري. وحكينا اتفقنا على أساس شو؟ اتفقنا على أساس نحط الجواز بمحل، قصدي نحط المصاري بالمكتب، بس الجواز يوصل على ايدي بيكون اخذت الشفرة او اخذ الشفرة وياخذ المصاري، تمام. المهم اجاني الجواز، لايدي، ما في شيء، اجى الجواز، اخذت الجواز، شفت كل شيء على اسمي وكل شيء تمام، ما في اي مشكلة، تمام. هون شو صار؟ رحت حكيت معه، بعت له حكيت مع المكتب واخذ المصاري، وانا اخذت الجواز بالاخير، اجى اسمي ومبين انه جاي من سوريا وجاي من محل وكل شيء يعني تمام. اوكي. اخر شيء شو طلع وقت رحت على القنصلية السورية؟ برأيكم شو طلع؟ على اساس كان بده بصمة، هذا مو بصمة، مثل بصمة وتوقيع. كان بده يمكن، هاي قبل 2024، كان بده بصمة وتوقيع من القنصلية السورية، تمام. رحت المهم على اساس بده يساويها. وقت رحت قالوا لي هاي مزورة، خذي تعي بقى دمري من هون كمان. $900، $1000، وروح على اسطنبول الجاية لسه أسوأ. كل هالمصاري وين راح؟ على الفاضي راح. يعني تخيل $900 $1000 كمان راح على الفاضي. الزلمة بعت لي جواز مزور، مساوي جواز مزور، بعت لي جواز مزور وماخذ المصاري. ابن الحرام، الله لا يوفقك، بس ما بدي احكي شيء. وانت التاني المحامي التاني كمان، الله لا يوفقك. همي بس اخذ جواز سفر، يعني ليش كل هالشي صعب هالحكي؟ والقنصلية السورية بس بدك تاخذي منه موعد، بدك تستني 8 شهور 9 شهور لحتى تاخذي موعد. يعني تخيلي شد صعب الموضوع، شو الموضوع شد صعب.
شو بدي احكي، شو بدي اقول، كيف بتساوي، ما بعرف صراحة. يعني شوف شد صعب الموضوع. يعني معقول واحد يطالع جواز سفر بده يطالع جواز سفر، مو يطالع، بده يطالع وينتصب عليه مرتين ثلاثة، يعني الله ما قالها. يعني هلا انا تعرفوا من من الشهر الرابع اللي راحت، مو الشهر نيسان اللي راح الجديد، لا اللي قبله، مسجلة على موعد مشان القنصلية، مشان جواز سفر. واليوم شو صار لي سنة وشوي لسه ما جاني موعد، تخيلوا. طيب انا ليش يعني بدي، شو عملت لحتى يصير فيني كل هالشغلات؟ شو عملت، شو سويت انا، شو ذنبي انا؟ يعني ذنبي بس لاني بدي جواز سفر؟ هاي ذنبي يعني مثلا؟ حبايبي رحت شغلت الضوء لاني كان عتمة كتير، شغلت الضوء. المهم يعني خلينا نحكي ندردش. انا بدي افهم هذا الموضوع للعالم، عن جد شي بيقرف صاير الحياة، العيشة مع هالبشر، بشر الشرق الأوسط. عن جد صاير شي بيقرف العيشة مع البشر الشرق الأوسط، صاير شي بيقرف. صاير كله نصب، احتيال، صاير كله كذب، نصب، احتيال، بس حلفان على الفاضي، وبس بس خرط على الفاضي. فهمتوا؟ من الدولة وانت نازلة، من الشعب الأصغر واحد عمره 5 سنين وانت طالع. يعني هيك صايرين كلاتهم. وليش كل قلة الحياة؟ ما بعرف. ليش كل هالشي صايرين بيعرفوا؟ ما بعرف. يعني ليش كل هالشي صايرين كلاب مصاري؟ ليش صايرين كلاب مصاري كل هالشي؟ ليش كرهاني؟ ليش مخلين العالم يكرهوكم يطلعوا من عندكم حتى ما يحسنوا يطلعوا؟ عم نحاول نطلع، ما عم نحسن نطلع من عندكم كمان. يعني بس الله يخلصني من هالبشر ومن من المناطق اللي بشعة، اللي بتعرف، اللي بتخلي الوحدة تكره حالها وتكره الساعة اللي هي ولدت بهالمناطق وبهالبلدان، وبالذات بسوريا. فهمتوا؟ لأني بس تاخذ الجواز، حتى لو تاخذيها ما فيك تروحي على محل، ما في ولا شركة طيران يشيلك وياخذك على محل بدك إياه. بدك تروحي على محل أنت بدون فيزا، في مناطق ترانزيت بدك تاخذ فيزا ترانزيت كمان. بدك تروحي على مناطق ما بعرف شلون، ما فيك تروحي بكيفك. شركات الطيران ما بركبوك على الطيران. شو هالصعوبة اللي نحن عم نعيشها؟ شو هالشغلات اللي نحن، الدراما اللي نحن فايتين إلها؟ يعني كل شي صاير مصاري. بدك جواز سفر كويس، بتدفع 100,000 دولار، بتروح تاخذ جواز سفر. 100,000 دولار بدل ما حطوا للجواز، 100,000 دولار بعيش في أحلى عيشة بسوريا أنا. فهمت شلون؟ أحلى عيشة، ولك بجيب راس اللي بدي إياه هنيك. فهمت شلون؟ 100,000 دولار، مو 10,000 دولار هنيك هيك، مو 100,000 دولار بقى. يعني معقول بس كرمال جواز سفر حقه فرنك بيكون بس عم بدخلني لدول، بعض من الدول، معقول أحط لها 100,000 دولار؟ الله ما قالها يعني. ما بعرف، غريبين يعني، غريبين كتير الشغلات اللي عم نعيشها، مو طبيعية. يعني هاي أنا صرخة روح، بدي أقول هاي صرخة وحدة سورية عانت كتير، ولهلأ لسه ما عندي جواز سفر على فكرة. يعني دفعت أكثر من 3000 دولار، ولهلأ ما في لا روحة على محل، ولا في شو اسمه، ولا في لا روحة على المحل، ولا في عندي جواز سفر مثل عالم الناس. حيا الله جواز سفر، أسوأ جواز سفر في العالم ما عندي إياها، ما أحب أحسن أطالعها. تخيلوا يعني الشيء اللي أنا اللي عايشة فيه، اللي عايشة الوضع اللي عايشة فيه، عن جد دراما، مو غير شيء. بس ما بعرف شو بدي أحكي، شو بدي أقول. كرهت حالي، كرهت البشر كلها من وراء تصرفاتهم، ومن وراء خداعهم، خيانتهم للبعض. ما بعرف. بالأخير يعني نحن عم نحاول وعم نسايل علينا، عم نحاول، عم نشق حالنا بس مشان نضبط أمورنا، والنتيجة ولا شيء. النتيجة ولا شيء. ما بعرف.
اوف أوف. غسع الرايح يخرط والجاي يخرط، الرايح يخرط والجاي يخرط. انتم مخلينا انتم الدول التانية كلياتها، كل الدول اللي ممكن نحن نحسن نعيش فيها، انتم مخلينا جايبريننا انه نموت بالبحر، نروح على البحر نموت، بنفس الوقت منجرب كل الطرق الغير شرعية، بنفس الوقت مجبورين نعيش ببلد ما يحترمنا ويستهزأ فينا. يعني يا بدنا نعيش بالبلدان الجوار سوريا، جوار سوريا، يكونوا عنصريين، يحكوا علينا ويستهزئوا فينا يقولوا اللي بدهم اياه، رايحين جايين يحكوا علينا يحكوا بعرضنا، ويحكوا بشرفنا، ويحكوا بكل شي عنا. او بدنا نموت بالبحر، نروح روحات خطيرة أخطر من ما بعرف شو. يعني الموتة مضمونة، بس بدنا نطلع فيها هاي الباخرة وهاي البوط، هاي حيالله شغلة القارب إلا بدنا نطلع فيها مجبورين نموت، مجبورين نطلع فيها. هاي عرفتها كمان. وبنفس الوقت يعني شو أنا ذنبي أموت بالبحر، آخذ أولادي، آخذ مرتي وأولادي، أنا آخذ جوزي وأولادي، كلياتنا بنروح ونموت بالطريق، ويصير فينا مليون شغلة، يستهزئوا فينا، يضربونا، وما بخلوا ولا شي علينا. شو الله جايبرنا حتى يصير هيك؟ ما بعرف. المهم يعني انتوا عم تغصبوا العالم يعملوا طرق غير شرعية، وينجبروا يروحوا بطرق غير شرعية. عطوا فيزا للسوري، للجواز السوري عطوا فيزا. انتوا بتعرفوا انه هن بياخدوا، هن مجبورين يطلعوا من هالبلدان الجوار تركيا، بالجوار سوريا، بنفس الوقت مجبورين يطلعوا من سوريا. عالم عايشة حياة دمار، عالم متدمرين. بقى افهموها وحطوها بمخكم، عالم متدمرين بسوريا وبجوار سوريا. الدول اللي بجوار سوريا أغلبيتهم أسوأ من سوريا، عرفتوا؟ والاستهزاء والتنمر، كل شيء. يعني معقول واحد يتنمر عليه لأني جاي من بلد في حرب؟ معقول هذا الشيء؟ كلهم يقولوا نحن مع أخوتنا الفلسطينيين، وقت أخوتهم الفلسطينيين يجوا على بلدهم أول ناس هن يستهزئوا فيهم. كل الناس بيقولوا سوريين أخوتنا، وآخر شيء أول ناس هن بيستهزئوا بالسوريين هن هدول بلدان الجوار. ما عدا وين؟ أين دولة؟ ما عدا أين دولة بدي أحط تحتها 10 خطوط حمر، هي مصر. مصر دولة عن جد محترمة، وتحترم السوريين بشكل مو طبيعي، تحترم الناس الأجانب بشكل مو طبيعي. هاي عم بحط عليها تحت شخاط شخاط شخاط، لأني بعرف كتير عالم رفقاتي هنيك كتير مرتاحين ومبسوطين بمصر، بيقولوا نحن عايشين ببلدنا. يعني الشي اللي بدي أفهمه هذا هو، عن جد نحن عايشين حياة تعيس، حياة بتموت، حياة بتدمر الإنسان من جوا. هاي هذا اليوم الثالث طبعا. الفيديو هيك بدي اسوي من وين رايح، كل ما يصير شي، كل ما بدي احكي شي، بدي افتح الفيديو، اعمل فيديو بعدين انزله على اليوتيوب. هذا الفيديو راح يكون هيك فيديو شو؟ طيب يعني هذا الفيديو شو يعني؟ راح يكون فيديو مختلف شوي. طول الأسبوع شو عملت طول الأسبوع هون خلال الفترة. حبايبي هي أهم شي إنه أول شي ضيعت الثقة تبعيتي لكل البشر، هي أكيدة. تاني شي تندمت لساعة إنه ثقت بحدا. والتالت شي من هون رايح عن جد ما بدي أثق لحدا أبدا، من كتر ما أنا كذابين، وبنفس الوقت بس همون كل شي، كل همون كل شي بس مصاري. يعني الشخص يعني بيعطيكي شو اسمه، الشخص بيعطيكي وعد وبقولك أكيد و100% وهيك وهيك وهيك. آخر شي وقت اللي يجي موعد الوعد
بيكون هو يا ما عبرد عليكي، يا بيكون خلاص انتهى الموضوع يعني. فهمت شلون؟ يعني ليش انا ما بفهم ليش يعني هيك. شو معرفني، العالم ما بعرف شلونهم، والناس غريبين بيحبوا بس يكذبوا، ما بيعرفوا ولا شي غيره. مستغربة كتير الناس للعالم. حبايبي مثل ما شفتوا ضبينا الكل لبسنا. هلا بدي افرجيكم جوات الشنطاي بطريقة تانية، انه بدي اقلب الكاميرا، ارد الكاميرا ونشوف كيف عملت انا هنيك شنطايتي. مثل ما وعدتكم فرجيتكم جوات الشنطاي، شوفوا قد ايه حلو وما بتطول، ما طولنا كتير ونحن عم نتسلى، عملناها ومشي حالها. حبيت اعمل فيديو هيك بلوج طويل. حبيته يكون فيديو يكون طويل تقريبا ساعة ونص، هيك شي ساعة ونص. بالبداية بدي أعمل فيديوهات كتير طويلة هالأيام. ليش؟ مشان مشاهداتي بالساعة يكتروا. أنا عندي 1000 مشاهدة بالساعة، لسه مطلوب مني 3000 مشاهدة. عشان هيك لازم يكون وقت الفيديو طويل لحتى أنا يشاهدوني أكتر، بيكون يزداد عدد المشاهدات أكتر. فهمتوا؟ مشان هيك انتوا كمان شيروا هذا الفيديو لرفقاتكم. شلون يعني؟ شاركوا على الواتساب، شاركوا على التيك توك، شاركوا فيديوهاتي عشان الناس يدخلوا على الفيديو تبعيتي. فهمتوا شلون؟ حتى لو بس يدخلوا يطلعوا كمان شغلة بالنسبة لي، ويحطوا لايك وخالصين، ما بدي شي تاني. حبايبي مثل ما شفتوا هذا شو اسمه، هذا المحل هو الفيديو تبعتنا. شو اسمه؟ هذا شغل الضوء. ها حبيبي مثل ما تشوفوا هون الضو ما بعرف كنا مسكرينها. هاد المطبخ تبعيتنا، هاد محل الشغلة الجديد. محل شغل القديم شو صار فيه؟ سكروه. بده يعملوا على المحل أحذية وهيك محلها بدالها، ما بعرف هن هيك بده يساووا. والكافيتريا تبعيتنا هاي هي كافيتريا حلو وجميل، وصورت لكم إياها تقريبا 5 6 دقايق كل شو اسمه. وراح نعمل اكيد فيديو راح يكون طويل. هذا الفيديو كان فيه اغاني، ممكن يكون مو بلا صوت، بس حط له موسيقى هيك عادية، ممكن في احتمال. عرفت شلون؟ ممكن اعمل موسيقى له مشان ما يصير مثل حقوق النشر والطبع هيك. المهم انا بشتغل هون، وهاد محلي، وممكن بس بروح على البيت بكمل الفيديو من هون كمان. بس بروح على البيت حاليا هيك، وبنشوف انا اين الفيديو بدي احط بجنب هاد ما بعرف.
وهذا اليوم الثاني مثل ما انكم شايفين انا مغيرة لبسي كمان. هذا اليوم الثاني من شو اسمه من الفيديو. طبعا راح اعمل فيديوهات قصيرة لبين ما يجي يوم الجمعة. بعدين راح انزل الفيديو كامل. اليوم عن شو بدنا نحكي؟ عن الثقة. الثقة كتير مهمة، ولازم الإنسان يثق. بدون ثقة الإنسان ولا شيء. عن جد إنه نحن عايشين بس على الثقة والتعري وعلى الأمان وعلى الناس الشغلات الكويسة. جد يعني في شغلات كتير غريبة عجيبة عم تصير معي هالأيام. وضعي تعبان كتير النفسي طبعا. أنا بالعادة ما بيهمني كتير المصاري، بس بيهمني شغلة وحيدة هي الأساسية، إنه الناس يعني بتكذب وتشلف الكذبات وهيك براحتها. ما عم بفهم على الناس يعني عن جد، من وين بيلاقوا هالكذبات وليش يعني مجبورين يكذبوا ليش؟ يعني معقول واحد يجي يحلف مليون حلفان وآخر شيء يطلع كذاب؟ ما بعرف، مستغرب كثير. ناس غريبين عجيبين. شو بدي أعمل ما بعرف. شلون بدي أثق بالعالم كمان ما بعرف. أوف، ما بدي أحكي شيء. في هالشغلات كمان نحن نعطيها للزباين. اليوم رح خليني أفهمكم كيف يمشي الأمور. هاي اللي بيعرفها، اللي عايش بتركيا بيعرف هذا الشيء، موجود ومعروف هذا بتركيا. هون هيك كاكاو وهيك شغلات، قهوة تركية وهيك شغلات يعني. هاي نوع. وتبعيد الشاي هلا بدي افرجيكم اياه كمان. هاي هاي حبايبي، اليوم بدي اعمل شو بدي اعمل لبسي. في طريقة لللبس، هو مشان تلم اللبس للشناطي، تحط اللبس للشناطي. كيف نحط اللبس للشناطي وكيف نضبهم وما ياخذوا محل كبير شو اسمه، ما ياخذوا محل كبير بالشنطاي. كيف؟ اول شي نضب شعراتنا. نبلش من ضب الشعر. ضبيت شعراتي. بدي اجيب خيط حبال قصيرة. بدي اقصرن واحد شوي وبعدين افرجيكم كيف نحن نزبط نلم اللبس جوات الشنطاي وشلون نزبطها ونستعمل الشنطاي بطريقة كتير سهلة. لحظة. مثل ما عم تشوفوا هدول الحبال، خيطان حبال ما بعرف شو بقولوا له، حبال يمكن. هدول انا بضبهم دائما هيك بربطهم ومشان استعملها هون بشي يعني. واليوم اجا وقتهم. هدول الحبال شو حبال هيك ما كانوا موجودين هون، انا طالعتهم صرت بدي استعملهم هيك. نجيب المقص ونقص كل وحدة منهم. شو هاد؟ نقص كل وحدة منهم تقريبا شبرين. يعني شلون بدنا نقرر هيك؟ يعني كل شبرين انا بدي اعمل 3 قطع من هاي. يعني من كل وحدة بيجيني 3 قطع هيك وهيك. يعني 3 قطع. شلون؟ هيك وبعدين بنقص هيدا هيك. يعني صار عندي 3 قطع مشان استعمل، وكلياتهم نفس الطريقة. هذا في منهم قصار طبعا مو كتير طوال، نربطها على موجبه. هاي كمان نفس الشي، قطعة 3 قطع. أنا كم ضبة عندي؟ ضل عندي 4 ضبات ونستعمل هون عادي. وين المشكلة؟ يي بهاي الفيديو بهالمرحلة بدي أقول لكم شغلة حبايبي. كل حدا بشاهد هذا الفيديو يحط لايك. اللايك كتير مهم، كتير مهم. ليش؟ مشان الفيديو اليوتيوب
يقترح فيديو تبعيته للعالم. انت مانك خسران شيء، وانتي مانك خسرانة شيء. اعمل لي شو اسمه لايك وتيسري، خلاص ما في شيء. هي لايك ما بدها شيء، كبسة يعني. شو معنات اللايك؟ انه اعجاب للفيديو. خلينا نحكي عربي مو عشان متابعينا كمان يفهموا. انا كمان ضبيت شعراتي هيك بهاي الطريقة. شوفوا حبايبي، انا ما بستعمل فلاتر باليوتيوب مثل ما انا على كاميرا التليفون، فهمتوا؟ مثلي مثل تيك توك، ما في فرق. ما تقولوا لي فلاتر ما فلاتر. هاي شوفوا، بدون فلتر بدون ولا شيء. كاميرا التليفون فوري، وكاميرا التليفون كتير بشع، ورغم ذلك تخيلوا. ما بعرف، انا ما بحب حط فلاتر هيك. ضل الضبة الأخيرة وإن شاء الله رح نخلصها اليوم مثل ما سوينا قبل. نقص من هون ونقص من هون. هلا بدي أبلش آخذ هدول. مثل ما بتعرفوا، انتوا بتعرفوا فيديوهاتي هاي تنورة. هدول هن اثنين شقفتين، تنورة وكروب. كروب يعني بلوزة قصيرة تحتها تنورة. هدول أكيد بدي أضبهم مع بعض مشان وقت اللي بدي أطالعهم وقت السفر. لأني أنا ليش هلا عم سافر؟ لأني بدي أسافر، عشان هيك عم بجهز حالي. هون بنضب هايدا. لازم أنا أفرجيكم إياها بطريقة حلوة مو؟ لحظة شوي إن شاء الله أظبطها. طلعوا هيك حطيتها فوق بعض اثنيناتهم، ونلفهم مثل اللفة. شلون يعني مثل اللفة؟ هيك. قررت أعمل فيديوهات طويلة عشان مشاهدات بالساعة، مشان يكتروا أكتر. انتوا كمان شاهدوا الفيديو للأخير عشان أستفيد من هذا الشيء. هيك طلعوا، هيك نربطهم كل وحدة بوحدة. بس في بناطرين هيك ما بدها ربط. تمام. في بناطرين ما بدها ربط. بس أنا هيك، انتوا ما عم تستفادوا شيء. لازم يكون التليفون فوق شوي ويكون موطخ هيك. لازم يكون تليفون هيك لحتى أنا أفرجيكم كيف اشتغل. بس شلون بدي أسويها؟ المشكلة هون. أو بعد التليفون أحسن شيء. هاي بعدتها. هيك صار أحلى. هيك صار أحلى. تمام. عندي بنطلون جلد، شو نعمل فيه؟ هاد كمان نعمله بهاي الطريقة. منلفه، منلف نزت البجق تبعيته. نكمل ندخل ايدنا من البجق، نمسك هايدا نعكسها بطريقة تانية. هيك بنكون عكسناها. شوفوا هاي ما بدها ربط خلص. هاي لأني بنطلون، بس في شغلات بدها ربط. شوفوا التنورتي. مو بس انتوا تلبسوا هيك شغلات، اكيد انا كمان بلبس. هاي مع لفة خلاص. هاي لفة صغيرة. مثل ما قلت لكم حبايبي، انتوا هاي في زون، بس انا ما بلبسها كتير. انا حاليا انا عم جهز حالي للسفر، فهمتوا شلون؟ مشان هيك شو عم بعمل؟ عم بشتغل، عم بظبط هدول، بدي اضبهم بجنطاي لحتى احسن اروح. شوفوا شلون ما مبينة شو هي وما بتخربطوا مع بعض خالص. نظام. في تنورتي هاي كمان. هاي التنورة بدها لف، لأن التنورة ما عندها بجق وإجباري بدي ألفها.
تلفوه ما تلفوه من فوق من عند الكمر، تلفوه من تحت. ليش؟ مشان آخر اللف يكون نظامي ومرتب. أنا كل ما بدي أسافر بعمل لبسي هيك، بحطها بالشنطة وبضل رايحة، بكون مرتاحة يعني. إذا المحلات القصيرة عادي ما بسوي هيك، بس للمحلات الطويلة مثلا شلون؟ وقت رحت على اسطنبول عملت وقت رحت على اسطنبول عملت هيك. وقت رحت على وقت اللي بدي اروح على غير دولة مثل هلا بدي اروح على غير دولة أنا، هون إجباري بدي أعملهم هيك. هاي إجباري. هاي جمدانتي اللي أنا بحبها كتير، وهي رح تكون ذكرى، رح أخدها معي ذكرى أصلا. هاي كمان بنلفها، بس أنا بدي ألفها بطريقة تانية. بدي أحط جواتها شي أنا ما بستعملها كتير، مثل شو؟ تنورتي مثلا. وين تنورتي؟ وين التنورة؟ هاي تنورتي هاي مثلا بدي أحطها جوات جمداني مع بعض، الاثنين مع بعض. بدي ألفهم. ليش بدي أسوي هيك؟ لأني هدول الاثنين ما بلبسهم كتير خالص. هدول يمكن وقت اللي بدي أروح كمان يمكن بده يضل أسبوع بالشنطاي لحتى أطلعها، لأني ما بستعملها كتير. هاي التنورة الحمراء ما حبيتها أبدا، بس التنورة الزرقاء كتير بحبها، حلوة كويسة يعني. المهم هلا بدنا نسوي حبايبي، رح يكون فيديوهات طوال. انتوا لا تزعجوا حالكم ولا تملوا، حاولوا تتأقلموا معي بهذا الشيء، وحاولوا تحبوا الفيديو، حاولوا تفهموا أنا شو عم بعلمكم. فهمتوا شلون؟ يعني هي أفكار بنفس الوقت عم ندردش، مو بس أفكار، يعني هي أفكار مع دردشة. أنا بحب الدردش معكم، بحب أكمل هيك أموري. هدول بنطلونين اثنيناتهم لفيتهم بهاي الطريقة، وأخذت هيدا صرت أربطهم مرة واحدة. هالمرة ما بدي أربط مرتين، طلعوا ونربطها بهاي الطريقة. شوفوا مشان نحسن الفكرة بسهولة يعني. يعني شوفوا شلون صاروا. هدول لو بدي أمسكهم بإيدي ما بحسن أمسكهم كلياتهم مع بعض، بس لأني ضبيتهم ماسكتهم بإيدي كلهم، وما بياخذوا محل كبير بالشنطاي. هذا الشيء كتير حلو. هذا مشان الصبغة مو لبس. هذا بدي ألبس هيدا مع هيدا. هاد لبسي بكرة رح ألبسهم، عشان هيك خليهم هون. هدول ما بدي أضبهم. هدول كمان طقم. هاي تنورة، شوف شلون تنانير تبعيتي كتير كويسة أنا، لأني كله تصميمي. وهذا كمان ما بدي ألبسه، عشان هيك بدي أحط جواته. وهذا صار شتوي، ما ضل شتاء، بس محل ما بدي أروح شتاء. فهمتوا شلون؟ إنه هون صيف بس هنيك شتاء، يعني بدي أطلع من شتاء بدي أروح على الشتاء التاني. عرفت شلون؟ هاي شغلة طبعا سلبية بالنسبة لي، لأن أنا ما بحب هيك. أنا بحب الشمس وبحب شو اسمه. بس طبعا المحل ما أنا بدي أروح معتدل، مو برد، يعني جو معتدل. فهمتوا شلون؟ هذا كمان مو لبس. وهي هاد كمان لبس طبعا هاد، وكتير بحبه. كمان تصميمي أنا أخضر، وشي واو يعني. كمان بنلفه بهاي الطريقة ومنظبطها ومنلف مثل اللفة. عرفتوا شلون؟ ما بدها شي، مثل اللفة بتلفوها نفسها. لفة فلافل أو شاورما، عرفتوا نفسها.
اللي بيعرف يلف اللفة أو شو اسمه زعتر زيت، اللي أنا أكتر شي بحبها. اللي بحب هدول خلاص. هايدا بلبسها كتير، أنا عندي عادة إنه بلبسها كتير. خليها هون. الشغلات اللي بلبسها دايما بدي أخليها طبعا. الشغلات اللي ما بلبسها كتير بدي أسويها. هاي كمان نفس الشي، أنا لبسي كله قصير، اللبس الصيفي. ليش؟ لأني دايما بلبس شي إنه هيك مو شو اسمه كتير. عرفتوا؟ يعني أنا عادتي بالعادة بلبس لبس كتير مزلط، بس على التيك توك هيك ما بلبس كتير مزلط، يعني هيك مثل هاللبس عادي، إنه لبس عادي. هذا عندي من نفس الأزرق اللي هاد فرجتكم إياه، نفسه عندي لون أسود ولون فضي. طبعا هاد ما بدي ألبسه، ممكن ألبسه هنيك، هون مو جاي عبالي ألبسه. عشان هيك شو بدي أعمل؟ عشان هيك بدي ألفهم هدول كمان، عم بضبهم مع بعض مشان ما يضيعوا، مشان ما أضل أدور عليهم. خلص الفضي مبين جواته كل شي طعم كامل. ونلفه، لفيناه. وهلا بدنا نربطه بطريقة، مو هاد، بدنا نربطه بالأصفر. شي يوم بدي أغسل هاد غسلة حلوة. غسلتها بس ما صارت، بده شو اسمه، بده غسلة منيحة منيحة. اجى عليه زيت وما بقى يروح، مشكلتي هاي. هاي كمان بدي افكها. شوفوا هاي تنورتي هاي كمان خليها لاني بدي البسها، ممكن عم بلبسها هاي. وهاي كمان عم بلبسها دائما، اكيد ما بدي اضبها. وهي عم بلبسها دائما اكيد ما بدي اضبها، اكيد بدي اخليها. وهيدا عم بلبسها مع هذا التنورة القصيرة. هاي كمان خليها. وهذا ممكن ما اخذه معي، هذا ما بدي اخذه معي، يعني بدي البسه هون واكبه بعدين، يعني ما باخذه، انه ما بدي اكبه بس ما بدي اخذه كمان. هاد كمان تنورتي، هاد بدي اخذه معي طبعا. وبس هلا حاليا ما فيني البسه شتوي، عشان هيك بدي الفه. مثلا في هيك شي، هاد اكيد بده يضل هون، انه بدي البسه بس مو هلا. انا لبسي اوروبي مثل العاده، يعني مو لبسي هدول اوروبي، انه طريقة لبسي انه كتير مزلط وحلو وعلى الموضة كل شي. المهم، في هذا اللبس اللي انا ما بحبه، هذا ما بدي اخذه معي، بس خليه هون. البسه لبين ما اروح، بعدين ما بقى البسه، بخليه بكبه يعني للكب. هدول بدي البسهم طبعا. وهي تنورتي الثالثة، هاي كمان بدي البسها طبعا. ودايما عم بلبس هاي التنورة مع هاي كمان، خليها هاي بلبسها. كلاسينا الكلسون اكيد رح يضل هون، ما احلاني اخذ كلسوني معي. وهدول اللبسات عم بلبسهم يومي، ما بدي اغير شي منهم. هاد ما بدي اضبه، ليش؟ لاني ما بدي عم بلبسه هون. وقت اللي بدي اروح بدي اضبه واخذه معي كمان. ومثل ما شفتوا هاد الاسود، انا دائما بلبس هاد الاسود مع هداك مع هاد، بلبس هدول مع بعض، فهمتوا؟ هاد شو يا راية؟ هاد بنطلون صيفي هيك بلبسه بطريقة، في فيديو من فيديوهاتي موجود هنيك. هدول خليهم، بس التنورة السوداء كمان خليها هون بلبسها وايد. طيب، وفي هذا اللبس انا ما بعرف باخذ هاي معي ولا لا، ما بعرف. هو اصلي عجبني صراحة،
وكمية انه شو اسمه، انه راحت معي مدة كتير حلوة وعم تمشيني مثل العادة يعني. ممكن اضبه بلبسه فترة صغيرة وقت ما بروح، بس اروح بلبسه فترة قصيرة وبعدين اكبه واخذ جديد. ممكن هيك. المحل ما بروح ما بعرف شلون الموضة تبعيتهم، انه كويسة ولا لا، كيف جوهم. انه ممكن اللبس اللي فيني البسه هون ممكن ما بحسن البسه هنيك، ما بعرف، بدنا نشوف. هاد هيك شي. هاد ما بدي اخده معي، يمكن باخده ما باخده ما بعرف، بشوف. وفي هاد كمان نفسه بس على الطويل وعلى الكم، هدول بدي اضبهم مع بعض احسن شي. وماخذ شنطايتي وكل شي، بس انا ما بدي افرجي شنطاي لان جوزي ما بيفهم عربي. بس اكيد وقت اللي بده يشوف شنطاي بده يقول لي وين رايحه. انا بدي اعمل له سبرايز، ما راح اقول له انا وين رايحه لبين ما اروح، فهمتوا؟ بس بدي اروح بدي اقول له انه انا وين رحت لنشوف شو وجهة نظره، عرفتوا؟ وبنفس الوقت بدي اعمله، بدي اتصل له، بدي احطه على التيك توك. المتابعني من تيك توك نفس الاسم نفس الصورة على اليوتيوب، بس شو تكتبه بالانجليزي رانيا بوطان، ما تكتبه بالعربي ما بيطلع. في هاد لبسي كمان، لبس عرايسي. ممكن هاد باخده ممكن ما باخده، صراحة ما بدي اخده. قد ما اخده لو ايش بدي من هاد، خليه هون. في عندي هاد اللبس كمان، اكيد هاد كمان بدي احطه هون لاني عم بلبسه. في عندي هون كم لبس عم بلبسهم. طيب يا رانيا الازرق هاد بدي احطه، هاد ما بدي البسه، ضيق شوي، لو مو ضيق بعدين هاد شتوي مو صيفي. في هاد الاحمر، هاد اكيد ما راح اخذه معي. وفي هاد لسه بدي اخيطه من هون، هدول بدي اخيطهم بعدين اخذهم معي. هاد كمان راح يضل هون لبين ما اخيطه. ولفيت المهم لفيناها. هلا خليني افرجيكم الشنطة، معلش. بقول له حطيت اللبس اللي مو لازماتني، تمام. هلا في هاد بلبسه على طول، ممكن ما اخذه معي اصلا. هلا في لبس بدي البسه وشوفوا شلون كويس ولا لا. لحظة، في لبس البسه وانتوا اعطوني رايكم حلو ولا لا. افوت هون البسه واطلع فورا. حبايبي لبست اللبس هذا هيك مع التنورة طبعا. هيك التنورة هي هيك تجي مع اللبس. المهم أنا فيها نحن بنجيب، جبنا شنطايتنا. هذا الشنطاي أخذته ب150 ليرة تركي. كتير رخيص ولقطة طبعا. كان عنده قديم، شلون قديم إنه مو منباع عنده. طلب 250، نزلته ل150 وأخذته. هي شنطاي حلوة وبتسمع كتير شغلات. هلا هون بدنا نجي شو نحطهم شلون ما بدنا، بس إذا صفيناهم صف راح نرتاح أكتر بكتير. شلون نصفهم؟ بهاي الطريقة. شوفوا هيك شوفوا هيك نصفهم جنب بعض. هاي صفة، ونصف الكبار تحت والصغار فوق. عرفتوا شلون؟ كل شي كبير نصفهم تحت عشان ما نضل
نظبطه على اساس صار وما صار. هاي احلى صف من صف الشغلات اللي مو لازماتنا تحت، مو نحن عملناهم مثل اللفة. هون عم نشوف انه نحن ايش عنا ايش ما عنا. الشيء اللي ما بتلتبس معنا كتير شو نعمل؟ نحطه تحت الشيء. الشيء اللي بتلتبس معنا نحطه فوق الشيء. ليش؟ وقت نفتح الشنطة ناخذ اللي بدنا اياه فورا تحت ايدنا. ذكاء. المهم نحط هدول هيك، نظبطهم بطريقة كتير كتير نظامية. أنا ما ضل عندي غير كم لبس هون، كم وحدة بس هدول بدي ألبسهم. هون مخربطة نسيانة هاي، بدي أشيل هدول اثنين، بدي أحط هاي تحت الشي وأحط هدول فوق. وجبنا هاد اللي ما بتلتبس معنا كتير كمان تحت الشي. عرفتوا؟ هون شنطايتي، شوفوا شلون شنطاية جاهزة. في عندي كم لبس هون، وعندي لسه في عندي مجال. شوفوا لسه عندي مجال واسع واسع يعني أنا في هون أحط أكثر من كثير شغلات. في عندي جاكيت، هذا الجاكيت بدي أخده معي بإيدي. ليش؟ أو بدي أحطه على كيس وأخده معي كيس إنه يكون هيك شنطاي. عرفتوا شلون؟ هيك بنكون زبطنا شنطايتنا. وفينا نحط هون كمان شغلات. هاد محل تاني أنا حاطة الإيد تبعيت الشنطاي. فهمتوا شلون؟ يعني هاي شنطايتنا جاهزة 100% وكتير خفيفة. شوفوا إصبع واحدة، حلو كتير يعني. وشوفوا جواتها شلون ململم، شوفوا شلون ململم، كل شي مربوط وململم وملفلف. يعني هون فيني أحط كمان لسه لبس. حبايبي مثل ما شفتوا هاي شنطايتي أنا. هون في قسم تحطوا الشغلات الصغيرة مثل فرشاية أسنان، جرابات. أنا بحط جرابات هون. تمام. بنفتح هاد ونشوف شو عملنا. شوفوا شلون كله ملفوف ومضبضب. الشغلات اللي ما فيكم تلفون وتحطوا مثلا مثل كم ماله بجخ، شو تعملوا؟ تربطوا ربطة عادية وخلصنا، ما بده كل هالهم. المهم ولسه في مجال منيح يعني هون انه فينا نحط لسه كمان هون. ورغم ذلك لسه في شنطات تانية الي. في هاي شنطايتي التانية، هاي شنطايتي التانية كمان بتسع شغلات كتيرة. عرفت شلون؟ انه بتسع كميات كتير كتير كبيرة من الشغلات. هون بحط الباور. انا شوف الباور تبعيتي هنيك، هذا هو باور. هون بحط الباور مثلا. هون بحط الشغلات مثل الاوراق وهيك شغلات. وهون بحط شوية لبس وكم شغلة تانية وبشكيرة صغيرة. بشكيرتي الصغيرة اللي هاي أنا بشكيرتي الصغيرة مثلا. هاي البشكيرة الصغيرة بحطها جواتها هاي عشان البشكيرة الكبيرة هي كمان أحطها جواتها. ليش؟ وقت اللي بغسل وشي برا فورا بمسح وهيك بنشف وشي. ولبسي التاني هون موجود. هدول بدي ألبسهم فترة منيحة، وبعدين يعني بدي ألبسهم تقريبا أسبوع. بعد أسبوع إنه بدي أغيره هيك يعني مشان تغيير، مشان أروح على الشغل وأنا عم بغير لبس هيك لسه عم بشتغل لأني. طيب إيمت سفرتي؟ سفرتي لسه مو مبين، بس على الغالب جوات الأسبوع الجاي. هذا الأسبوع خلص انتهى، ما ضل شي. يوم الأحد بدي إنه يكتمل كل ورائي، وإن شاء الله يوم الاثنين ثلاثة أربعة راح يمشي الحال. هاي حبايبي، نهاية الفيديو تبعيتنا طبعا. حبايبي هذا الفيديو كان لهون. حبيت أعمل فيديو غريب ويكون شوي، قلت إنه خلي يكون الفيديو شوي مختلف، ما يكون فيديو إنه كله نفس الشي. خلال الأسبوع شو عملت شو ما عملت، وين رحت من وين جيت،
حبيت انه افرجيكم انه الفيديو انا شو عم بعمل، وين عم بروح، وين عم بجي. ونفس الوقت عملت لكم فيديو بمحل شغل جديد، هيك فيديو قصير، فيديوهات قصيرة، انه الشيء انه يفرجي بمحل شغلي، يكون عندكم فكرة انه انا شلون عم بشتغل، وين عم بشتغل. وبنفس الوقت وقت رحت على إدارة الهجرة، كمان رحت على إدارة الهجرة هنيك شو عانيت، وجاني رفض مشان الإقامة الإنسانية. ونفس الوقت جاني شو لازم تطلعي من تركيا خلال 10 أيام مثل ما قلت لكم. هيك بكون الفيديو تبعتنا خلص. ديروا بالكم على حالكم، بحبكم كتير، ضلوا بخير، وعملوا اعجاب للفيديو، ومع اشتراك بقناتي رجاء. بحبكم كتير. باي باي.